صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا ما لحقتش اوحشكم، يعني لسه طالعين امبارح بالليل، ولكن الحقيقه شفت بعد ما خلصت اللايف بتاع امبارح شفت تصريحات اسوريو امبارح في المؤتمر الصحفي واللي ختم بيها الموسم. والحقيقه يعني اللي دايما كنا بنلوم على فريرا فيه الفترة اللي فاتت او وقت ما كان موجود عندنا، ان الراجل ما كانش بيتكلم. ليه يا عم فريرا ما كنتش بتطلع تقول انا محتاج كذا او انا عايز كذا او طلباتي جت او طلباتي ما جاتش؟ الكلام ده كله فريرا ما عملش كده، وكان التمن ان هو وافق على اي حاجة بتجيله من الادارة، وكان التمن ان هو مشي وضيع الموسم. يعني بدأ ضيع الموسم في وجود فريرا. الراجل امبارح طلع بمنتهى الصراحة والوضوح وطلع قال انا يا جماعة طلباتي واحد اتنين تلاتة، انا محتاج يعني محتاج 5 6 صفقات، بس على الاقل في 3 صفقات اساسية. ده اللي احنا كنا بنقوله اصلا بقالنا فترة طويلة، وده اللي احنا بنقوله بقالنا آه اكتر من لايف وفي اكتر من مناسبه. وقالوا كمان احمد شوقي اخويا وقالوا كمان اكتر من حد ان الراجل طالب على الاقل 3 لعيبه او 3 صفقات اساسيه، وهي المهاجم. وطلع قال نفس الكلام اللي كنا قلناه برضو، ان هو مش محتاج سيف الجزيري، ومش عايز سيف الجزيري اصلا، مش عايز لعيب شبهه، عايز لعيب بصفات مختلفه. عايز حارس مرمى طويل القامه، عايز لاعب وسط ملعب، عايز مدافع اشول. والراجل فيما معناه اللي هو بيغسل ايده قدام الاداره وقدام الجمهور، ان يا جماعه انا طلباتي كذا عشان اقدر العب بالطريقه اللي انا مش هغيرها، دي طريقتي والطريقه دي مش هغيرها. ودي اللعيبه اللي انا محتاجها وده الاسلوب اللي انا عايزه من الاخر. فبيرمي الكوره في ملعب الاداره، والله عايزيني تمام هاتولي الحاجات اللي انا عايزها وانا ما عنديش مانع وانا عايز اقعد. والله عايزين تمشوني انا مش ما عنديش مشكله، هاخد حقوقي كامله وهيعرف ياخد على الاقل يعني غير فلوسه القديمه، فهياخد الشرط الجزائي اللي هو 3 شهور. لو قعد وما جاتلوش صفقات وما جاتلوش الطلبات اللي هو عايزها، وبالتالي ما حدش من الجمهور هيهاجمه ولا حد من الجمهور هيوجه له لوم، واللوم كله هيتوجه للاداره. فانا شايف اللي عمله امبارح اوزوريو حاجه كويسه جدا، حاجه بنشوفها مثلا مع كونتي، بنشوفها مع مورينيو، بنشوفها مع المدربين الكبار لما طلباتهم ما بتجيش بيطلع يقول، ويطلع يقول انا طلباتي ما جاتش، انا ما حدش يتكلم معايا، ما حدش يلومني. والراجل انا شايف ان هو عمل اكتر من المطلوب منه، او خلى لينا شكل في كواليتي ضعيفه وسيئه للغايه. النهارده بنتكلم على يوم 17، فاضل لنا تقريبا 10 ايام على اول ماتش في بطوله عربيه. عندك نادي الوداد خلص 5 صفقات وفي طريقه ان هو يخلص 5 صفقات تانيين، و5 صفقات كويسه جدا. اتحاد المنستيري التونسي اللي احنا هنلعبه جاب 9 لعيبه امبارح، اعلنوا ان هم تعاقدوا مع 9 لعيبه رسميا. فالناس كلها شغاله تدعيم وشغاله تقوي فرقها، وشايفين البطوله العربيه فرصه كويسه جدا ماديا ان هو يستفيدوا ماديا من الارقام الكبيره اللي محطوطه في البطوله العربيه. انا مش هتكلم طبعا على الانديه السعوديه لا سمح الله، ولا هقول السعوديه عملت ايه والنصر عمل ايه والشباب ايه، لا خلينا بعيد. انا بنتكلم في الحاجات اللي شبهنا واللي على قد حالنا. الوداد والمنستيري بصفه مبدئيه يعني خلصوا تقريبا معظم احتياجاتهم وشغالين كمان تدعيم. لو اتكلمنا على الجانب المحلي فبيراميدز شغال تدعيم، الاهلي اللي هو اصلا مش محتاج شغال تدعيم. تتكلم فرقه ما فيهاش بقى حد زي حالتنا، الناس المحسوب عليها يقول لك لا مش محتاجه، اصل المدرب ما طلبش حاجه، اصل المدرب شايف الفرقه كويسه. طب المدرب اهو طلع عراكوا كلكم، عراكوا واحد واحد من كل اللي شغالين في القناه المشرفين على الفرقه، عراهم واحد واحد وقال انا طلباتي 1 2 3 4 5 وانا عايز الناس دي، ويا اما ما حدش يلومني. فاتمنى ان الناس لسه يبقى في عندها دم، ولسه يبقى في عندها كرامه وعندها احساس بالمسؤوليه وخايفه لسه على النادي، وتبدا تشتغل وتبدا تدعم الفرقه وتبدا توقف الفرقه على رجليها. كفايه الموسم اللي فات يعني اتهزقنا كتير واتبهدلنا كتير سواء في افريقيا او محليا. واتمنى نستغل فرصه وجود الراجل ده في مصر ووجود الراجل ده معانا، ونطلع منه باكبر استفاده ممكنه لصالح الفرقه. قلت اعقب كده سريعا على او مش سريعا قوي يعني على كلام اسوريو امبارح في المؤتمر الصحفي، وان شاء الله يعني الطلعه الجايه لينا تكون باخبار كويسه. يعني اشوفكم على خير، صباح الفل.